ليست هذه نقطة البحث. فاطمة وعلي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم عندهم علم الغيب قل لا أعلم الغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يصرح في القرآن. عندنا أحاديث كثيرة في هذا. نعم، لكن نحن لا نستشهد. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم مرة بجواري قالوا وعندنا رسول الله يعلم ما في غد، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ونحن عندنا القرآن بلفظ صريح واضح، قل ليس عفوا ما عندي لا إله إلا الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب. نعم. إذن الله الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم. نبدأ. نعم، أخذ هذا الاتصال من العراق. السلام عليكم. مثنى. عليكم السلام. شلونك أستاذ أسامة؟ أهلا بك ومرحبا، تفضل. سلام عليكم أستاذ أسامة. وعليكم الشيخ. وعليكم السلام. نعم تفضل يا أخي. عندي سؤال أستاذ الشيخ أرعور. تفضل. هو يقول بالنسبة لعلم الغيب لا يعلم الغيب إلا الله، هذا صحيح بالقرآن موجود. نعم. بس أكو عندنا وقائع موجودة في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، انه الرسول علم العالم باشياء غيبيه، الغيبيات لرسول الله. وبما انه علي بن ابي طالب هو عنده نفس الرسول وعلمه من علم الرسول، فاحنا نعتقد انه علي بن ابي طالب عنده جزء من علم الرسول. نعم، عذرا يعني الجمله الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم علم العالم من الغيبيات. كماذا؟ أعطيك أمثلة. أولا عند صلاته على شو اسمه في اليمن من توفى اليمن النجاشي، على النجاشي. نعم. صلى على صلاة النجاشي قال يا رسول الله ماذا تفعل؟ قال أخوكم في اليمن النجاشي توفى وإحنا نصلي على صلاة الميت. نعم. هاي واحد. نعم. ثانيا أوعد صراخة بتاج كسرى عند وفاته. نعم. عند وفاة كسرى بشر صراخة باستلام شو اسمه التاج ماله. نعم. نعم. عندنا حديث نبوي شريف قال الخلافة من بعدي 30 عاما. هاي الثلاثة من الغيبيات. رابعا أعلم علي بن أبي طالب أنه ما يتوفى، لأنه كان أبو بكر وعمر بن الخطاب يم علي بن أبي طالب، فقال يقولون للرسول انه علي بن ابي طالب راح يتوفى، قال لهم لا يتوفى علي بن ابي طالب الا تتخضر بالرأس لحيته من رأسه. هذا موجود حديث ماشي. آية 4 في معركة الخوارج ذاك يوم استاذ عثمان الخميس طلعها بالتلفزيون، قال علي بن ابي طالب من صارت معركة الخوارج قال لهم دلوني على ابي الفدية اللي هو اللي بشر النبي، قال له انه انت قاتل الخارجين المارقين وهم واحد ابو الفدية. فاستاذ عثمان الخميس طلعها بالتلفزيون قال دوروا لي عليه ودقوها بالجثث اللي موجوده بالقتله. اذا هذه مجموعه الغيبيات اللي الرسول عليه الصلاه والسلام اخبرنا بها واحنا منع في وقتها في زمانها. اذا اكو جزء من الغيبيات جميل. اذا الله سبحانه وتعالى ينطيها الى البشر، هو مو يعرف الغيب مثل ما رب العالمين. رب العالمين عنده علمين، علم يعلم بها الملائكه وعلم لا يعلمه الا الله. نعم. العلم الذي لا يعلمه الا الله هذا ما بالكون كله ما حد يعرف به. اما العلم اللي تعرف به الملائكه جائز من الممكن الإيحاء إلى البشر. يعني عندنا في القرآن الكريم وأوحينا إلى أم موسى أولا. نعم. وأوحينا إلى مريم انتبذي إلى جذع النخل. هاي اثنين. وأوحينا إلى النحلة. إذا الله سبحانه وتعالى أوحى إلى مرأة وإلى نحلة. نعم. إذا أكو أشياء إحنا إيماننا بالله سبحانه وتعالى، إحنا ما نؤمن بالبشر، إحنا نؤمن بالله سبحانه وتعالى. هذا الإيمان برب العالمين هو القدرة إلى بشر. قبل اسبوع طلعوا واحد بالجزائر اذا شفته طفل عمره سنتين اول ما فتح لسانه كان ما يحكي، طلع لسانه كان يحكي حافظ القران. شفته بالجزائر لو ما شفته اسمه عبد الرحمن. هل هو هذا بشر او نبي؟ هذا بشر. بس الله سبحانه وتعالى انطاه القدره بانه يتكلم وحافظ القران
وهذا قدرة إلهية. احنا ما نؤمن بعلي بن ابي طالب هو اعلى من البشر، لا، علي بن ابي طالب والائمة هم بشر، ولكن الله سبحانه وتعالى انطاهم جزء من العلم مالته بحيث يراه العلم، وهذه حجة الى الله سبحانه وتعالى انه قدرة الله سبحانه وتعالى. وصلت الفكرة يا اخ مثنى، يعقب عليها الشيخ باذن الله تعالى. بالنسبة لعلم الغيب ما ذكره، انا ما احفظ الاسماء، مثنى نعم من العراق، صحيح 100%. هذا هو الحق. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبره الله ببعض الغيب، وهذا منصوص عليه في القرآن الكريم. نعم. لا، منصوص عليه في القرآن الكريم، إلا من ارتضى فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. نعم. يعني أنا أعتذر ربما خانني اللفظ فقلت أنجشه، يعني النجاشي. بارك الله فيكم شيخ. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان يوحى إليه في أمور غيبية، وبشرك يعني كثيرة، وأنا بزيدك إذا قلت لك إن الوقت ضيق. وعمار تقتلك الفئة الباغية، هي هدية مني للشيعة. ليست هذه نقطة البحث.